ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كريسبي ستريبس مع صوص الجبنه الخطير زي ما انتم شايفين. هقول لكم عليه تعملوه في البيت اضمن واحلى كمان من بره. ستريبس مقرمش زي المحلات واحلى كمان، ومعاه كمان صوص جبنه خطير تحفه مقرمش وفظيع بطريقتي. بس ما تنسوش اللايك الحلو والكومنت اللي زي قلبكم والاشتراك في القناه. وكمان لو انتوا من الفيسبوك نعمل الفولو. يلا بينا بس بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم هنعمل احلى ستريبس مقرمش وخطير، هيعجب الولاد جدا جدا جدا، ومش هتبطلي تعمليه في البيت ومش هتشتري تاني من بره. يلا زي ما انتم شايفين، اول حاجه هنقول بسم الله وهنبدا نعمل ايه يا بنات؟ هنبدا نعمل صوص الجبنه. اول حاجه عشان نعمل صوص الجبنه هنحتاج معلقتين سمنه، وعليهم معلقتين دقيق. هنعمله زي يا بنات البشاميل بس خفيف. تمام. طبعا هنحمر الدقيق مع السمنه زي ما انتم شايفين كده. بصوا القوام لغايه ما ايه، يا دوب كده بس ايه الدقيق يتحمر شويه. هنحط قد ايه لبن؟ هنحط كوبايتين لبن لكل معلقه سمنه، ومعلقه دقيق هنحط كوبايه لبن. تمام. ونفضل نقلب فيها كده على النار لغايه لما نحس ان ايه، ان البشاميل عادي، بنعمل بشاميل عادي ان هو تقل. عشان تزودي القوام بقى ويبقى صوص جبنه كريمي كده وحلو. ممكن تحشي ممكن تحطي جبنه كريمي. هحط معلقه. هتحطي ايه تاني؟ ممكن تحطي قشطه. ممكن تجيبي علبه قشطه او وش اللبن بيبقى فيه قشطه. هحط برضو معلقه. اي نوع جبنه عندك بقى، موتزاريلا، شيدر، تحطيها بالكميه اللي موجوده عندك. انا حتى تقريبا كده بتاع كوبايه. هنفضل نقلب فيه. بصوا يا بنات هتلاقيها كده بتمط. طبعا هي لونها فاتح، فانا عشان اخليها كانها لو حطيتي جبنه شيدر مش محتاجه تحطي كركم، لان هي بتبقى الجبنه الشيدر صفرة. انا عشان انا حطيت جبنه موتزاريلا فانا عايزه اخلي اللون مصفر شويه، فحطيت ايه نص معلقه كده كبيره من الكركم. بصوا شايفين بتمط ازاي؟ شايفين الجمال؟ دي اول حاجه للجبنه بتاعتنا. تمام يا بنات. طبعا شايفين قوامها؟ بصوا بتمط ازاي. هي دي المطه اللي انا عايزاها في الجبنه. طبعا هنشيلها من على النار عشان ما تتقلش اكتر من كده. وهنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نعمل الستريبس المقرمش بتاعنا. شايفين اللون؟ بصوا يا بنات لما زودت كمان ربع معلقه كركم، يعني اجمالي كده معلقه الا ربع كركم كبيره يا بنات عشان تدينا اللون الاصفر دوت. شايفين يا بنات؟ هنجيب بقى ايه معانا؟ هنجيب هنعمل ستريبس. هنجيب بقى طبعا بانيه او صدر بانيه، تقطعيه بالطريقه اللي انت عايزاها. بقول لكم زي ما انتم شايفين ايه بقى مقاديرنا او بهاراتنا. هنحط معلقه صغيره من كل حاجه: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، زعتر، فلفل اسود، كاري وكركم، ومعلقه صغيره بيكنج باودر هحطها. ومرقه دجاج ممكن تستغني عنها، بس بصراحه بتدي تيست حلو قوي للبهارات. البهارات بتاعتنا دي هنحط نصها، ونصها هنخليه هقول لكم هنعمل فيه ايه تاني. مش هنحط البهارات بتاعتنا كلها. تمام. هحط لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف تحت. هنحط كمان معلقه كبيره من الكاتشب. وهنجيب علبه زبادي نحطها زي ما انتوا كده شايفين. وهنبدا البهارات بتاعتنا نخلطها كلها مع بعض. تمام. وهنحط كمان ايه تاني يا بنات؟ هنحط كوبايه دقيق. يبقى كوبايه دقيق زائد البهارات اللي احنا حطيناها زائد معلقه الكاتشب زائد الزبادي. وهنزود ميه. هنحط ميه بقى للعجن. بص هنحط ميه حبه بحبه لغايه لما اوريكم القوام اللي انا محتاجاه. تمام. بصوا تحس اللي هو زي كانك بتعملي كيكه يا بنات. قوام العجينه زي كانك بتعملي كيكه. بصوا طريقه الكيكه، بصوا القوام بتاعها بيبقى ازاي وانتي بتحضريها. انا عايزه كده. هنجيب بره بقى الغلاف اللي بره كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا، وبقيه البهارات بتاعتنا هنحطها. مش انا قلت لكم البهارات هنحط نصها ونصها هنخليه على جنب؟ احنا استخدمناه عشان الكفر الخارجي. تمام. وهنزود معلقه صغيره ملح.
هنحط بقى الدقيق والنشا والبهارات بتاعتنا دي كلها مع بعض ونخلطها مع بعض. طبعا التتبيله دي يا ريت تسيبيها في التلاجة لمده ساعتين 3، طبعا بتدي طعم احسن. انا هعملها لكم زي ما انتم شايفين كده. دي يا بنات زي الفيجيتار اللي هو بيبقى مقرمش شويه، زي اقول لكم ايه، بيبقى زي الكورن فليكس كده بطحنه، تمام، او هو بيجي جاهز. فانا هعمل جزء من كده وجزء كده وهوريكم ايه الفرق. تمام. لو حابين تعملوا بالكورن فليكس اللي بتجيبيه من عند العطار، بيتباع من عند العطار، بس تضربيه طحنه بسيطه كده في الكبه. بصوا، هناخد من الخلطه اللي احنا سيبناها ساعتين 3 في التلاجة، ويا ريت لو قبليها بيوم، هنحطها في خلطه الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وننفضها حلو. بصوا يا بنات، انا ما بضغطش عليها عشان انا عايزه الشكل اللي بره ده الخارجي كاني جايباها من بره بالظبط. طبعا احط زيت غزير على النار، لازم يكون سخن جدا، وبعد كده بنوطي النار. تمام يا بنات. عشان تستوي كويس على درجه حراره متوسطه، عشان منها تستوي كويس وتدينا اللون اللي احنا عايزينه. بصوا بنعملها ازاي يا بنات. ممكن ترجعها تاني في التتبيله لو عايزاها بقى طبقتين، وترجعي تحطيها تاني في الدقيق، بس انا استكفيت بان هي تبقى مره واحده. زي ما انتوا كده شايفين. هوريكم بقى اللي هي بالكورن فليكس. في كورن فليكس بيبقى حراق، وفي كورن فليكس بيبقى عند العطار بيبقى بارد، ده حراق. ممكن تزودي له شطه لو مفيش الحراق، مش كل الناس بتبيعه. بصوا اللون، انا عايزاها اللون دوت زي ما انتوا شايفين كده. هوريكم كمان دلوقتي صوت القرمشه بتاعتها. بس اهم حاجه عشان تفضل معاكي مقرمشه وما تطراش، تطلعيها يا بنات على مصفى او سلك، ما تطلعهاش على مناديل. تمام. انا حطيتها في مصفى زي ما انتم شايفين كده. بصوا اللون والجمال، شايفين جمالها. هسمعكم كمان دلوقتي صوتها. بصوا دي يا بنات اللي انا عملتها بالخلطه اللي انا وريتها لكم، الدقيق العاديه. وهوريكم دلوقتي اللي هي بالكورن فليكس اللي انا برضو جايباه وخشن شويه. بصوا مش فرق، مش كتير قوي يعني، حاسه ان هو نفس اللون، بس ممكن يكون الطعم. هسمعكم بقى الصوت. شفتوا يا بنات؟ واجي بص الصوص بعد ما هدا كده وبرد. بصوا الجمال زي ما انتم شايفين. هتحطيها بقى، تعمليها في سندوتشات، تعمليها مع مع مكرونه. يا رب يكون الفيديو عجبكم.